ماشي، يلا. استاذ خالد اتفضل اتكلم يا استاذ خالد. كلامكم النهارده عن ايه بس الموضوع؟ احنا بنتكلم النهارده على اي موضوع انت حابب تفتحه، في نطاق حبنا لبلدنا. آه يعني ممكن مثلا نتكلم عن موضوع يعني ان الدين الخارجي انخفض بنسبة 14 مليار دولار. ده حاجة محترمة جدا. اتكلمنا حاجة فيه كويسة اتكلمنا والفيديوهات فيه. جدا. بتاعتك بالصوت والصورة على اوكي. اليوتيوب. اوكي. يعني ناخد احنا موضوع. سددنا المبلغ ده، سددناه اه. ولا انخفض من لا ايه؟ اتسدد. فوائد ممكن ناخد يعني. موضوع سد النهضة ونهر النيل والخيرات اللي هتيجي على بلدنا. جميل قوي. هو طبعا يعني ما شاء الله على الرئيس السيسي. طبعا يعني راجل كان رئيس مخابرات، راجل ذكي جدا. يعني الراجل طبعا خد كل يعني خد مع اثيوبيا كل الاجراءات السلميه، ومصر قدمت شكوى، وكان الموضوع مصر كانت ماشيه في الموضوع بشكل رسمي جدا، الى ان الله. مصر فاجئتنا والرئيس الله يبارك له فاجئنا بخطه قويه جدا. ايه موضوع اتفاقيه الدفاع المشترك مع صومالي لاند، او اللي هي دوله الصومال الجديده. هي طبعا دوله الصومال دي مقسومه حتتين، حاجه اسمها صومالي لاند، ودي منفصله عن دوله الصومال والصومال نفسها. الجميل ان تم عمل اتفاقيه دفاع مشترك الحمد لله يعني. ومصر بموجب الاتفاقيه دي برضو تقدر ان هي تحمي مصالحها، يعني طبعا بكل الوسائل يعني. ودي طبعا ضربة قوية جدا وذكاء من الرئيس السيسي طبعا. يعني ده كلمة موجهة لأثيوبيا، يعني ما تحاولوش تلعبوا مع مصر، عشان مصر يعني استنفذت كل الطرق السلمية، ومصر هيبقى آخر خيار ليها إن هي هتدافع عن حقها في المية والكلام ده كله بكل الطرق المشروعة. بصراحة ضربة قوية جدا، وفاجئت ناس كتير جدا، فاجئت دول افريقيه بعد موضوع اتفاقيه انتيبي وغيره. والحمد لله يعني مصر بتكشر عن انيابها ان ما فيش لا مساس بحق ميه في حق مصر في المياه. ودي خطوه محترمه جدا وخطوه جميله جدا يعني. شكرا ليك يا استاذ ميت. اتفضل. ما شاء الله. تفتكر اللي حضرتك اللي هم كانوا عايزين يجرونا لمشاكل اللي هي كانت في الشمال، على حدودنا بيننا وبين فلسطين، علشان خاطر الموضوع دوت يتم ليهم؟ ممكن طبعا طبعا، يعني طبعا يعني ممكن يعني. بص يعني المشاكل حضرتك. الفترة اللي فاتت دي الكعبلة وافتحوا لنا الحدود ويلا وعايزين نحارب والكعبلة اللي كانت في بلدنا ديت بسبب الموضوع دوت، اللي احنا ننسى اكيد. الموضوع دوت، او اكيد ننشغل طبعا. بالشمال ونسيب الجنوب مفتوح. اكيد طبعا. بص يا استاذه 100 مليون، زي ما انت عارفه مصر تعتبر اكبر دوله في الشرق الاوسط. مصر الجيش المصري يعتبر واحد من اقوى الجيوش اللي موجوده في الشرق الاوسط. وده موجود حسب يعني حسب موقع وورلد جلوبال فاير، وهو موقع عالمي متخصص في التصنيفات العسكريه للجيوش. والجيش المصري مصنف انه واحد من اقوى جيوش الشرق الاوسط، حتى مصنف انه اقوى من اسرائيل حسب الاحصائيه الرسميه الامريكيه. فطبعا انا بشوف ان في دول كتير بتحاول ان هي تتآمر على مصر. على فكره حتى موضوع باب المندب والحوثيين والكلام ده، الكلام ده مش القصد منه ابدا لا ضرب السفن ولا الكلام ده، هي خطه امريكيه مع بعض الدول كانت الهدف خطة منها. أمريكية لضرب قناة السويس الله ينور عليكي، لان طبعا السفن لما بتدخل. اه. وحصارنا اقتصاديا، الله لأن ينور احنا عليك. كنا معتمدين على يعني على الدخل اللي كان بيخش لنا من قناة السويس. مظبوط جدا. هو طبعا السفن لما بتطلع من قناة السويس بتوصل لباب المندب، فالهدف الأساسي هو إن أمريكا وعدة دول بتحاول تحاصر مصر اقتصاديا. وبرضه في نفس الوقت المشكلة اللي كانت حرب غزة كان هدفها برضه يعني عمل بلبلة بالنسبة لمصر وكده. ولكن الحمد لله برضه بفضل القيادة الحكيمة للرئيس المصري وبفضل الجيش المصري الحمد لله. الحمد لله الرئيس ما بياخدش أي خطوة إلا لما يعني بيحسب لها 100,000 حساب. والحمد لله زي ما احنا شايفين مصر قوية واقفة على رجليها، دولة جيشها قوي جدا الحمد لله. حتى الاقتصاد المصري اقتصاد قوي جدا. وتاني قلتها قبل كده الجملة دي، اسأل نفسك انت سؤال: ليه كتير جدا من اخواتنا العرب اللي عايشين في اوروبا، سواء السوريين او العراقيين او السودانيين، بيسيبوا الدول الاوروبيه وبيلموا فلوسهم اللي موجوده في اوروبا وبينزل يستثمر في مصر؟ لان مصر فعلا فيها خير، ومصر تقدر فعلا تعمل فيها فلوس كتير. واسال اي واحد عربي من اللي استثمروا في مصر هيقول لك الكلام ده. مصر بلد خير، بس محتاج انك تشغل عقلك تشغل مخك. تبدا من الصفر، حتى لو يعني مش